الكلام ده حلو جدا، وتعالوا نتكلم النهارده عن الست خطوات او السبع خطوات بس من منظور انا، وبالاخص سابع خطوه دي اهم حاجه. اول خطوه ومهمه جدا هي التحضير. انا لازم ابقى محضر كويس جدا للاجتماع. لو انا النهارده رايح لعميل مكتبه لازم ابقى فاهم العميل، ادخل مثلا على الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعه، افهم الراجل ده دماغه ماشيه ازاي، الكلام بتاعته او طريقته على السوشيال ميديا ازاي، على الاقل ده هيقربني منه، ابقى فاهم الراجل. ولازم احضر كويس جدا للمنتج بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو عندي المنتج مثلا ممكن يكون بيحصل له ابديت، انا لازم اخر ابديت يبقى موجود معايا، وفي نفس الوقت لازم اعرف كل الناس اللي في السوق والمنافسين شغالين بأني طريقه عشان ما يحصليش اي صدمه او اي اعتراض وانا قاعد مع الراجل ده ايا كان مجالك. الخطوه الثانيه اللي هي الايس بريكنج او الورم اب او كسر الجليد. بس خد بالك ان الخطوه دي مش لازم تبدا اول ما اشوف العميل. الخطوه دي المفروض ابداها من وانا بكلمه في التليفون، باخد معاه ميعاد. طبعا لو انت شغلك متوقف عن ان انت بتشوف العميل على طول، مفيش مكالمات بينكم، فدي بتبقى بطريقه تانية، اللي هي فكره ان احنا النهارده لازم نبقى لطاف، لان العميل عمره ما هيشتري منتج غير لو حب البياع او على الاقل استلطف. الخطوه الثالثه هو اكتشاف الاحتياجات. يعني ايه اكتشاف الاحتياجات؟ يعني انا النهارده لازم اركز كويس جدا في الاسئله اللي انا بسالها للعميل، عشان دي اللي بتوضح لي المشكله اللي عند العميل ايه، عشان على اساسها ابدا احل له مشكلته عشان ابيع. بس خد بالك في الخطوه دي ما ينفعش اقعد مع العميل او اساله اسئله كاني بحقق معاه، لا، احنا بنسال السؤال الصح في الوقت الصح عشان ناخد النتيجه اللي احنا محتاجينها، وتبقى بياع شاطر بقى لو انت بتعرف ترمي الكرة بعيد وتاخد المعلومة براحتك. ودي مهارة انت لازم تتعلمها عشان تعرف تكسب العميل اللي قدامك. رابع خطوة بالنسبة لنا اللي هي المفروض الناس كلها بيقولوا عليها البرزنتيشن، ان اشرح المنتج بتاعي. بس انا الصراحة باخدها من مبدأ تاني خالص، هي حل المشكلة. طب يعني ايه الكلام ده؟ ما انا خلاص قعدت اتكلمت مع الراجل وفهمت دماغه وهرجنا وضحكنا واتكلمنا في مشاكل الراجل او في الطريقة اللي هو بيفكر فيها عشان اطلع الاحتياجات بتاعته. فجه الوقت ان انا احل له المشكله بالمنتج اللي انا جاي بيه، ايا كان المنتج بتاعك ايه، او حتى لو الراجل عندك. فخلاص انت فهمت مشكلته ايه، وعلى اساسه هبدا اديله المنتج ان هو حل للمشاكل بتاعته. ودي نقطه مهمه جدا، انك ما تشرحش المنتج، انت لازم تحل المشكله. خامس خطوه اللي هي الاعتراضات. طب يعني ايه؟ يعني انا النهارده خلاص اتكلمنا وطلعنا المشاكل وحلينا المشكله، هندخل في نقطة لازم العميل يتكلم، لازم العميل يقول رأيه في المنتج. هل هو موافق؟ هل هو مش موافق؟ هل النهاردة هو محتاج يفكر؟ هل هيشوف شركة تانية؟ والله على حسب. هنا بقى بتيجي الاعتراضات. المفروض ان الاعتراضات دي الناس كلها بتقول ان الاعتراضات دي بتيجي بعد ما انا بشرح المنتج زي ما احنا قلنا، لكن انا وجهة نظري ان الاعتراضات دي انا لازم اقفلها في كل حتة انا بتكلم فيها. طب يعني ايه؟ كل جزء في البرزنتيشن وانا ماشي لازم اسال العميل انت رايك ايه في الكلام، حتى لو بطريقه مش مباشره، عشان اطلع من بدري كل الحاجه اللي الراجل بيفكر فيها او ممكن يعترض عليها. لان من اول خطوه هو كده كده الراجل عارف ان انا جاي ابيع له، يعني جاي ابيع له كريدت كارد، جاي ابيع له لون، جاي ابيع له شقه، جاي ابيع له عربيه، ايا كان انا كده كده هو عارف ان انا جاي بياع ابيع له. فلازم من اول البرزنتيشن اطلع كل الكلام اللي عند العميل. ودي وجهه نظري، ما استناش لما اشرح عشان ما يبقاش الاعتراضات كتير، لازم اقفل كل خانه لوحدها. وتيجي عندنا سادس خطوه اللي هي الكلوزنج، ان انا النهارده خلاص انا خلصت ورديت على الاعتراضات ورديت على كل حاجه، فبتيجي اخر لحظه لا انا خلاص حضرتك هتشتري دلوقتي ولا امتى، ان انا باجي اعمل كلوزنج على العميل. انا من المدرسه اللي ما بحبش اوصل للحته دي، انا دايما بحب اقفل من بدري قوي، وبحب اوصل للعميل ان هو اللي يقول لي اشتري ازاي. ودي نقطه هنتكلم فيها كتير وهنوضحها، لان الكلوزنج ده لوحده بحر. ونيجي بقى لسابع نقطه اللي انا بالنسبه لي بتوضح الفرق بين البياع العادي والبياع الشاطر. طب اللي هي ايه؟ الفولو اب، المتابعه للعميل. مفيش حاجه اسمها ان انا بعت البيعه ومشيت، انا بعت البيعه واستنى مع العميل واكلمه بعد كده. لو انا ببيع منتج، ايه الاخبار معاك؟ المنتج اخباره ايه؟ المنتج شغال معاك حلو؟ طب انت محتاج مني حاجه؟ ولو انا ببيع خدمه لازم برضو اشوف راي الراجل ايه بعد ما اشترى باسبوع، باسبوعين، بشهر، بحيث ان انا لازم اعمل فولو اب على العميل. ولو العميل فكر ان هو يكلمني في اي لحظه بعد ما يشتري لازم ارد عليه وافهم العميل محتاج ايه. اخر حاجه هقولها لك، البياع الشاطر هو اللي بيبيع للعميل من غير ما يحسس العميل انه بيتباع له.